السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن حاجة أساسية جدا في الكمبيوتر، وهي أنظمة العد أو النمبرينج سيستم. يعني إيه أصلا أنظمة عد؟ أنظمة العد ببساطة هي الطريقة اللي بنستخدمها عشان نكتب ونعبر بيها عن الأرقام. كل نظام ليه عدد معين من الرموز، وده اللي بنسميه بيز أو الأساس. احنا كبشر متعودين على النظام العشري اللي فيه الأرقام من 0 ل9، بس الكمبيوتر مش بيستخدم نفس النظام اللي احنا بنستخدمه، هو عنده أنظمة تانية خاصة بيه. طب ايه أنواع الأنظمة؟ عندنا 4 أنواع. أول حاجة الديسمال، وفي الباينري، وفي الأوكتال، وفي الهكساديسمال. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن أول نظام فيهم، وهو النظام الثنائي أو الباينري سيستم. الباينري سيستم هو أبسط وأهم نظام عد في عالم الكمبيوتر. أساسه هو 2، يعني هو البيز بتاعه 2، بيستخدم رقمين بس اللي هما يا 0 يا 1. وده السبب اللي بيخلي الكمبيوتر كله قائم على النظام ده. طب ليه الكمبيوتر بيستخدم 0 و1 بس؟ لأن الكمبيوتر من جواه بيتكون من دوائر كهربائية. الدائرة دي ممكن يكون فيها كهرباء أو مفيهاش. لما يكون فيها كهرباء الكمبيوتر بيعتبرها 1، لما مفيش كهرباء الكمبيوتر بيعتبرها 0. يعني نقدر نقول النظام الثنائي بيعتمد على الفكرتين، يا أون يا أوف، وده بيمثل رقمين 0 و1. وكده إن شاء الله نكون عرفنا النظام الثنائي، وهي اللي هو اللغة الأساسية اللي بتتكلم بيها الكمبيوتر. وكل البيانات اللي بيتعامل معاها في النهاية بتتكون من يا 0 يا 1. في المرة الجاية إن شاء الله هنتعرف على النظام الثنائي من أنظمة العد، هو النظام العشري الديسمال سيستم اللي احنا بنستخدمه في حياتنا اليومية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.